بعد اذنكم، اللي بيحب نادي الزمالك بجد بجد يدعم فريرة. انت ما تعرفش الاجواء ايه، محدش فينا فاهم ايه اللي بيحصل، محدش فاهم وجهة المدير الفني في اللي بيحصل ده ايه. بالعكس، انت المفروض دلوقتي تدعم مديرك الفني، تديله الثقة علشان هو يعرف يركز في الملعب لتراجع الفريق. لكن مش معنى تراجع المستوى الفني للفريق ان انت تحكم على المدير الفني ان هو يمشي، ان انت تحكم على المدير الفني ان هو مش هينفع. المفروض ان الكل في مركب واحدة. المفروض ان انت تدعم المدير الفني. لما انت تهاجم المدير الفني ولما انت تقول للمدير الفني يمشي، طب ماشي، لما يمشي دلوقتي ويجي لك مدير فني تاني والدنيا تضيع، هتعمل انت ايه؟ عايز اعرف ايه ردك لما الفريق يخسر خالص. احنا عايزين نرجع تاني للخلف؟ هل نرجع تاني لاهدار بقى الفريق مره واحده؟ لا. هو كل الحكايه ان فريرة محتاج يقعد مع نفسه، فريرة محتاج يقيم اداؤه وتركيزه اللي بقى متراجع، محتاج يشوف ايه البدائل اللي هو عملها الفتره اللي فاتت وكانت ادت للنزيف النقاط اللي احنا شفناه. يعني اخيرا تم استبعاد الوردي وكان على البدلاء، اعتقد ده اختيار موفق. فاضل الباقي، يعني فاضل اللي خلاص اللي ما يقدرش يبقى بنفس قوه نادي الزمالك، حطه الدكه دلوقتي يبقى من البدلاء. احمد، الله يسلمك يا احمد. كنا اتكلمنا على موضوع امام عاشور النهارده، ادينا شفنا امام عاشور رجع وحرص ان هو يوازر اللاعبين هو ودونجا من الملعب، وان هو يكون موجود في المدرجات رغم عدم تواجده في قائمة نادي الزمالك امام انبي. وشفنا كمان حاجة كويسة جدا، ان هو غير لون شعره، هو بيراضي الجمهور وبيراضي المدير الفني. يا ريت كان ده من الاول، يا ريت يلتزم بده، يا ريت ما يصدرش اي ازمة من الازمات دي مع الجمهور او مع المدير الفني. يعني امام عاشور لاعب قوي جدا، لاعب مهاري، عنده امكانيات عاليه جدا بدنيا ومهاريا، فيا ريت يلتزم بده، لان انت معاك مدير فني قوي جدا. فالتزم بده لان انت عندك لسه مشاركه مع المنتخب، فيا ريت تبقى في افضل حالاتك. فبنتمنى ده، وبنتمنى